ازيك يا صاحبي؟ معاك احمد موسى. خلينا نقول ان التجارب والمواقف المرعبه المتعلقه بالجن زي ما بتحصل للناس العاديين برضه بتحصل للناس المشهورين. زي ما احكي لك النهارده عن الموقف المرعب اللي حصل مع الفنان هاني رمزي. كان بيحكي في احد البرامج عن موقف مرعب جدا عمره ما ينساه ابدا. لما اجر شقه في اسكندريه قالوا انه حضر فرح للجن. بيقول الفنان هاني رمزي: بدأت القصة دي معايا زمان لما كنت بعمل مسرحية في اسكندرية، والتصوير كان هيقعد معايا شهر كامل، فقلت أكيد لازم أجر شقة عشان أقعد فيها طول فترة التصوير. وبدأت فعلا أدور لحد لما لقيت شقة، وكانت في منطقة رشدي، وعلى بعد كام شارع من الشقة اللي أنا أجرتها كان في عمارة اسمها عمارة رشدي. بس السماسرة قالوا لي ابعد عنها خالص عشان مسكونة بالجن والعفاريت. بصراحة ما حطيتش في راسي قوي لأني مش بأمن بالحاجات دي خالص. المهم دخلت العمارة اللي أنا أجرت فيها الشقة، حسيت بشعور غريب، حسيت بقبضة في قلبي وخوف مش مفهوم، يمكن بسبب أجواء العمارة اللي تحس الديكورات بتاعتها تسعينية شوية، والضوء الخافت والأجواء اللي دايما بنشوفها في أفلام الرعب. دخلت الشقة وبصراحة عجبتني أوي، عشان كده قررت أقعد فيها. مر كام يوم وجينا يوم الخميس، ورجعت الشقة بالليل متأخر بعد لما خلصت عرض المسرحية. وأول لما دخلت العمارة سمعت صوت طبل وزغاريت من الدور اللي فوقيه على طول، زي ما يكون في فرح. قلت عادي بقى، ربنا يتمم لهم على خير. وقتها كنت جاي تعبان عاوز انام، وطبعا مش عارف انام من الطبل والزغاريت اللي شغالين لحد الساعة 3 بالليل، وكنت مستنيه يخلص عشان انام لي بقى شوية. واخر لما تعبت قلت اطلع ابارك ليهم، وبالمرة اقول لهم ان في ناس تحتكم عاوزة تنام. والغريب وانا طالع على السلم مفيش اي حاجة توحي ان في فرح، لا في اضواء، حتى المنظر اللي عامل السلم تحسه مطرب كده. المهم وصلت للدور اللي بيطلع منه كل الاصوات دي، خبطت الباب، طلع لي راجل عجوز شكله غريب جدا. قال لي: اهلا عمر. قلت له: انا الممثل هاني رمزي. قال لي: معلش مش واخد بالي يا ابني. قلت له: عادي مفيش مشكله، وقتها انا مكنتش مشهور قوي يعني. الراجل قال لي: عاوز حاجه؟ قلت له: انا بس جاركم في الشقه اللي تحت، وقلت اطلع ابارك لكم. انتوا عندكم فرح ولا ايه؟ الراجل كان فاتح الباب نص فتح كده، وكنت بحاول ابص لجوه اشوف في ايه، لكن ما عرفتش خالص. الراجل قال لي شكرا وسكت، ولا قال لي اتفضل، ولا قال لي الله يبارك فيك، حتى من الاخر كده بيقول لي يلا توكل على الله. طبعا حسيت بالاحراج، وكنت عاوز اقول له كفايه بقى يا حاج عشان انا عاوز انام، بس اتكسفت من طريقته ونزلت ورجعت شقتي. والفرح فضل شغال لحد اما الصبح طلع، وما عرفتش انام خالص الا متاخر. وقتها رحت الشغل مرهق جدا وتعبان، وكانت الدنيا هاديه خالص ومفيش اي صوت. فضلت كده اسبوع كامل لحد اما جه يوم الخميس، ويومها خلصت المسرحيه ورجعت متاخر. سمعت برضه صوت طبل وزغاريت، وبرضه الفرح فضل شغال لحد قبل الفجر بشويه. انا قلت بس ده اكيد مش فرح ايه اللي كل خميس ده؟ اكيد ناس غاويه فرفشه، وانا بصراحه جبت اخري. طلعت قعدت اخبط جامد على الباب، وشايف خياله من تحت الباب كانه مش عاوز يفتح. فضلت اخبط. المهم فتح الباب وملامحه كلها غضب، بيقول لي: عاوز ايه مالك؟ في ايه؟ ما تسيبونا نفرح. صوته فيه نرفزه. قلت له: انا اسف بس حضرتك هو كل يوم خميس الزيطه دي يعني؟ ده فرح ولا حضرتك بتحتفل بعيد جوازك كل خميس؟ ما ايه انت مال اهلك وانت قلت له: خلاص يا عم مفيش مشكله، بس انا بكون راجع مستهلك وتعبان من الشغل، وحضرتك شغال لحد الصبح، وبتكلم لقيته رازع الباب في وشي. وانا نازل تاني يوم بقى الصبح قابلت صاحب الشقه اللي انا اجرتها منه، كان جاي يخبط عليا وبيطمن كده، وقال لي: انا بحب اطمن على الناس اللي مأجره مني لو محتاجين حاجه. وما كملش كلامه من هنا، واخدتها فرصه قلت له على حكايه الشقه اللي فوقيه اللي كل خميس فرح دي. المهم قاطعني وهو بيبرق لي في استغراب، بيقول لي: فرح ايه يا فنان اللي بتتكلم عنه؟ قلت له: الفرح. لقيت الراجل مش مجمع وقاعد يتهته ومش عارف يرد وكانه عاوز يمشي. قلت له: لا تعالى هنا، في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. قال لي: بص يا فنان، الشقه دي فاضيه من زمان ومفيش حد مأجرها. هو قال كده من هنا وانا جسمي اشعر وتلج من خوف. انا من الناس اللي مش بتصدق لا العفاريت ولا الجن ولا الكلام ده كله، واصريت انه يطلع معايا. طلع معايا وبيفتح الشقه، والشقه فعلا مهجوره، وجواها اكوام تراب كانها مركونه من سنين طويله، وفي اثار حروق على الجدران غريبه. بعدين سالت اهل الحي، عرفت ان الشقه دي كان فيها فرح زمان، وحصل حريقه ومات ناس كتيره جدا يوم الفرح، ومن ساعتها وهي مقفوله ومحدش بيسكن فيها خالص. ولكن صاحب العماره بيقول لي: انت اول واحد يسكن في العماره ويقول لي سمعت صوت فرح، محدش قال لي الكلام ده قبل كده. وبيختم الفنان هاني رمزي كلامه وبيقول: لميت حاجتي ومشيت من الشقه وما رجعتهاش تاني. وهنا وصلنا لنهايه القصه. اتمنى لو عجبتك القصه تشتركوا في القناه، وما تنسوش اللايك عشان قصص المشاهير المرعبه لسه ما انتهتش لحد كده. سلام.